بقدونس وبصل. هلوقتي انا هحط لها بهارات، فلفل. الدائرة مش راضية تظبط. تن تن تا غلط. مرحبا، يعطيكم العافية. هنعمل سوا مع بعض طبيخ كفتة بالطحينة البيضة، وعملت معاه عصير موز كمان، يعني يوم الأبيض العالمي. تعالوا سوا مع بعض نتعرف على الطريقة. يلا بينا نذكر نبينا ونبدأ. بسم الله. هلوقتي أنا حضرت الكفتة، لحمة ناعمة وعليها بقدونس وعليها بصل، بس معايا ملح، كمون، قرفة، بهار طبيخ، كزبرة ناعمة، فلفل اسود، وشويه زنجبيل. وكلكم عارفين طبعا ان انا بحب الزنجبيل والقرفه والكزبره الناعمه، لانه كل هذه مفيده للجسم. دلوقتي انا هخلط كل الاغراض مع بعض، كل الحاجات هخلطها منيح منيح، ادخلها ببعض قبل ما اكورها. شايفين؟ كلها بخليها تتجانس ببعض وتتداخل، وبعدين هبدأ اعملها كور صغيرة. اذا كنتوا اول مرة بتتابعوني بالقناة، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس واضغطوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد من قناة دانات ام كمال. هلوقتي الكفتة جهزت معايا، هبدأ اعملها كور. انجيب الصحن، هبدأ امسك، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدأ اعملها دوائر. تمام، ما بتاخدش وقت، عملنا. تمام، اللي بعده لحد ما تخلص كل الكفتة معايا، هعملها دوائر كلها لحد ما اخلص كل الكمية. شايفين؟ ما بتاخدش وقت وسهلة وسريعة. تمام التمام. طبعا انت تتحكمي بالحجم اللي بدك اياه، بدك اياها اكبر، بدك اياها اصغر، هذا شيء راجع لك. هالوقت انا جبت بصلة متوسطة الحجم، هقطعها شرايح، بعدين هعملها مكعبات صغيرة. هالوقت بعد ما قطعنا البصلة، انا هستخدم زيت نباتي حوالي ربع كاسة صغيرة زيت نباتي. هنزل البصلة وشوحها منيح منيح، وحضلني احرك فيها لحد ما تدبل معايا او تصفر. انا ما بدي اصل لمرحلة انها تحمر معايا، لا، انا بس بدي اياها تدبل وتصفر. الوقت البصل دبل معانا، هبدأ انزل فيها حبة حبة عشان ما تتعجن معايا وتخرب. شايفين؟ ما تقلقوش لو اجت جنب بعض، لانها هتنزل ميتها هالوقت وتفكفك من بعض، مش هتلزق. حتى لو حطيتي فوق بعض برضو كمان بتمشي، ما تقلقوش ابدا، مع السخونة والحرارة هتفك من بعض. اهم اشي انه هالوقت وهي طرية ما تحاولي انك تحركيها ولا تحطي المغرفة في الطنجرة ابدا. هنسيبها لحد ما تنزل كل المية تبعتها، هتنزل المية تبعتها كلها وترجع تتشربها، وبعدين بنكمل نشوف. اما هالوقت مش هنحط المغرفة، ما تحطيهاش ابدا، ما تحطيهاش وما تفكريش. شايفين معايا كيف؟ ايوه، هالوقت بقدر احركها بسهولة لانها شربت مي، نزلت ميتها وتشربتها، مش هتتنتف معايا، مش هتتقطع. بس برضو مع هذا بحركها بشويش، انه تقليبة خفيفة، تقليبة خفيفة بس كده. هسيبها برضو كمان 5 دقايق، هسيبها كمان 5 دقايق. تمام تمام.
هلوقتي شفتوا كيف الكفتة نزلت ميتها وتشربتها. هلوقتي انا حنزل عليها بكاسة مية، بس انا حعمل وسعة كده شوية بالنص على اساس المية ما تنزل على الكفتة تفتفت لي اياها، ولو انها بتمسكها بس برضو للاحتياط حنزل بالمية اللي تغمرها تغطي الكفتة. نزلت بمية تغطي الكفتة وبس. هالوقت انا حغطيها لمدة 10 دقايق بس تستوي معايا الكفتة شوية، وبعدين حنزل بالطحينة لانه الطحينة ما بتاخد وقت، 10 دقايق وبتكون مستوية. خلاص انا هالوقت لا ححركها ولا شي، حغطيها واسيبها لمدة 10 دقايق بالضبط. هالوقت والكفتة على النار بتستوي، انا حطيت كاسة طحينة بيضة، كاسة طحينة بيضة، وححط عليها كاسة مية، وححط عليها مكعب ماجي ومعلقة نشا، معلقة نشا بس. هي كل مكوناتي. لسه مش هنحط الملح هالوقت ولا هنحط اشي. يبقى كاسة طحينة مع كاسة مية مع مكعب ماجي مع معلقة نشا كبيرة. هالوقت هنضربهم كلهم على بالخلاط يصيروا ناعمين معانا، ونكمل ونحطهم على الكفتة. هالوقت شايفين معايا الكفتة كيف بتغلي، كيف استوت تمام التمام، ممتازة صارت. هالوقت انا حنزل بالطحينة، شفتوا الطحينة ضربتها وصارت معايا سائلة تمام التمام، صارت سائلة. انا حنزل، لكن حنزل بالطحينة مع التحريك بشويش، لكن بشويش بشويش حنزل مع التحريك. طحينة يعني حاجة بيضة اليوم. كفتة بالطحينة ان شاء الله. يا يسلم ايديكي والله. وديكي طلعت الريحة. صحة وعافية ان شاء الله. خلص امتى؟ قريبا دقايق، ما بتاخدش وقت. شايفين معايا تمام تمام. هالوقت حسيبها لمدة 10 دقايق بس بالتمام والكمال، 10 دقايق مش اكتر من هيك. هغطيها واسيبها لمدة 10 دقايق. بدي اديكي معلومة انه احنا لما نغطي الكفتة كل شوية لازم تيجي تحركيها، لانه ممكن تتجمد منك وانت مش منتبهة، تكون بدها اضافة شوية مية، او ممكن انها تفصل فبتكون بدها زيادة طحينة او نشا. ماشي، بس لما نحرك حنحرك الاطراف بشويش كده، بشويش كده، ما ندخلش في الكفتة على طول حنخربها، لا الاطراف. ماشي، واسيبها وارجع لها، يعني مش هنبعد عنها كتير، واصلا هي ما بتاخدش معانا وقت ابدا. اذا لقيتيها جامده ضيفي لها ميه، اذا لقيتيها تفتفتت فمعناها انه بدها زياده طحينه وشويه نشا. شفتوا كيف بدات تغلي؟ يا سلام يا سلام على الريحه. بوطي عليها النار وبسيبها شويه. شفتوا الكفته كيف صارت معايا تمام التمام. هالوقت استوت معايا الكفته. انا هحط لها اقل من ربع معلقه حمض الليمون او ملح الليمون او عصرة ليمون، كله بكون تمام التمام. وهحط الملح، مننساش انه احنا حطينا على الكفتة ملح. انا هزيد نص معلقة صغيرة وحرك وادوق. برضو هحرك من الاطراف بشويش. بسم الله بسم الله بشويش. بنتي فرحت كتير لما عرفت ان انا عاملة كفتة بيضة، بتحبها كتير كتير. هحرك بشويش. هلوقتي الكفتة استوت معانا والطحينة استوت معانا، بس هنشوف الملح وحمضها شوية يكون ظاهر، لأنه الطحينة لذيذ يكون فيها حمض شوية. الله تمام، ممتازة جدا جدا، ما بدها أي إشي. كده طبيخ الكفتة استوى معايا وكل أموره تمام التمام. هالوقت هنحطه نغرفه في الصحن. وبهيك خلص معنا طبيخ الكفتة. أتمنى أنه يكون عجبكم ونال استحسانكم وصحة وعافية. في الوقت اللي طبيخ الموز فيه على النار أنا هعمل عصير في الوقت اللي طبيخ الكفتة على النار اجتني فكرة، قلت اعمل عصير موز. لقيت عندي 4 موزات والموز لونه على سمار. طبعا في هذا الوقت ما حدش برضى ياكله، لما يصير هيك لونه بيعتبروه انه هو خربان، لكن هو مش خربان، هو مستوي لكن من جوا تمام التمام. قشرت ال4 موزات، وال4 موزات بيحتاجوا معايا كاسة كبيرة حليب سائل، كاسة حليب سائل. وكل موزة بتحتاج معلقة سكر، يعني 4 موزات ب4 معالق سكر.
وبس كده. هالوقت انا حضربهم بالمونيكس انا عامهم ويصيروا معايا اطيب عصير موز. هالوقت هنسكبه في كاسات. شايفين؟ شاهدين؟ سريع ولذيذ وما شاء الله. تمام كده؟ تمام كده. شو رأيكم؟ شايفين؟ بهيك خلصنا طبيخ الكفتة وعملنا عصير موز ويوم الأبيض العالمي كله وايت بوايت. وصحة وعافية. طبعا ما بقتش غير كاسة لأنه بنتي أخذت الكاسة الثانية وشاردت فيها. وصحة وعافية للجميع. أتمنى تجربوه وإن شاء الله حيعجبكم كتير كتير. وصحة وعافية.